ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا كلنا عارفين الطفل المصري العبقري اللي قدر يساعد المكفوفين وعمل لهم نظارة تساعدهم. عمرك سألت نفسك قبل كده انا ازاي اعمل النظارة دي؟ او ازاي اكون في يوم من الايام زي الطفل ده؟ في الفيديو ده هاخدك لمدة دقيقتين اعرفك ازاي نعمل النظارة دي سوا. اول مكون معانا واول حاجة معانا وهي الالتراسونيك سنسور، وده حساس بيبدأ يقيس المسافة. طب هو ازاي بيقيس المسافة يا هندسة؟ ده شكل السنسور قدامنا. السنسور مقسوم لجزئين، جزء مرسل وجزء مستقبل. الجزء المرسل عندنا بيبدأ يرسل موجة معينة، تفضل ماشية الموجة ماشية ماشية لحد ما تقابل عائق معين أو حيطة معينة، تبدأ تخبط في العائق ده وترجع تاني يستقبلها المستقبل اللي في السنسور. أنا اللي بعت الموجة وأنا اللي استقبلتها، أقدر أحسب الزمن بكل سهولة، أقدر أحسب الزمن. طيب أنا كده معايا الزمن، والموجة ديت مش أنا اللي باعتها، والموجة نوعها فوق صوتية، يعني معايا سرعتها. كده أنا معايا الزمن ومعايا السرعة. لو ضربت السرعة في الزمن هقدر أجيب إيه؟ المسافة. ودي وظيفة الألتراسونيك سنسور. تاني حاجة معانا وهو البزر. البزر ده عبارة عن مكون إلكتروني، أول ما أطبق جهد معين برقم معين على رجليه الاتنين يبدأ يصدر لي صوت أو إنذار أو جرس، وده بنستخدمه للتنبيه في بعض التطبيقات. آخر حاجة معانا وهو الأردوينو، وده عبارة عن العقل بتاع السيستم بتاعنا. طيب تمام، النوع اللي في الصورة قدامنا ده نوع اسمه نانو. يعمل ايه بالظبط؟ ده الجزء اللي انا ببرمجه. معايا انبوت وهو المسافة، ومعايا اوتبوت وهو التنبيه او الانذار. ببدأ ببرمج بكود معين، باخد قراية من الالتراسونيك سنسور ادخلها في الاردوينو، اقارنها بقيمة تانية. والله لو قيمتين قد بعض ابدأ اقول لو عايز اطلع اوتبوت وهو الانذار ببدأ اطلع. ده الجزء الهاردوير. طيب انا عايزك تكتب لي في كومنت ممكن استخدم السيستم ده في ايه تاني. ولو حضرتك متابع وحابب الجزء ده من الفيديوهات يا ريت تتابعنا. يلا سلام.